وحضرت الواقعة التي ذكرها اللواء عادل عمارة اليوم عادل عمارة، وأقول أن ما ذكر لا يمت للحقيقة بصلة، لا يمت بالحقيقة بصلة. الآن يا أستاذ محمود تأكدت أن مصر تضيع، الآن تأكدت أن الثورة المضادة بقيادة هذه الكتائب في طريقها إلى قمع أعظم ثورة في التاريخ المعاصر. الآن تأكدت يا أستاذ محمود أن قوى الشر تعيث فسادا في البلاد ولا تريد لمصر خيرا. تأكدنا أي واقعة يا أستاذ علي تتحدث عنها تحديدا التي ذكرها اللواء عادل عمارة؟ أن ما الأخ اللي اسمه عبودي أنه اعتدى على أحد الضباط، هذا لم يحدث. هذا الولد تم اختطافه من قلب الشارع أمامنا، وقد تفاوضنا لإطلاق سراحه لمدة ساعة، ثم تمت الموافقة على إطلاق سراحه من باب خلفي بواسطة شقيقه اللي استلمه منتهيا ليست له أي معالم في وجهه، كله من دماء تسيل من وجهه، ولم يحدث أن أحد المعتصمين قذف طوبة أو حجرا على مجلس الشعب، ولم يقفز أحد سور مجلس الشعب. ايه قصة كرة القدم هذه؟ يعني الفيديوهات التي ساقها اللواء عادل عمارة في مؤتمر الصحفي أشارت أو أظهرت بعض الناس يتسلقون سور مجلس الشعب. هذا يوم الجمعة يا أستاذ محمود، قمع المتظاهرين وفض الاعتصام بالقوة حدث فجر الجمعة. هذا الفيديو كان مساء يوم الجمعة في ردة الفعل لما حدث. أستاذ محمود، ما يحدث في مصر الآن جريمة منظمة في رأيي، هو تنفيذ لأجندة دول لا تريد للربيع العربي أن ينتصر. ما يحدث في رأيي في مصر الآن هو انقلاب على الثورة والثوار. المشهد يبدو وكأنه إعلان حرب على مصر وتأديب لشعبها الذي خلع مبارك الموجود الآن تحت الحماية، هذا من أجل الحفاظ على نظام فاسد ومستبد، طلبا لحماية ونجاة من نهاية باتت حتمية ومحاكمة لابد منها حتى لا يضيع دم الشهداء هدرا. طيب، هناك تضليل متعمد من المجلس العسكري أي دول هذه التي يعني يمكن أن تلعب بأصابع في منتهى القوة بهذه الصورة داخل المجتمع المصري على هذا النحو؟ دول كثيرة على رأسها طبعا إسرائيل ودول خليجية شقيقة وربما أمريكا أيضا. الله، اللي بيحصل الآن تضليل متعمد، إعلام في سيناريوهات كذب واضحة، هناك تشويش متعمد وتشويش وسحق متعمد حتى يعود مصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة وإعادة النظام أقوى من مكان. احنا بنعيش مأساة حقيقية الآن يا أستاذ محمود. اللي بيحصل ده سحق للثوار، انهم يراهنون على اغلبيه صامته طول الوقت ليخدعوها كما كانوا يخدعوها من قبل. طب اين المجلس العسكري من هذه الخارطه؟ نعم، اين المجلس العسكري من هذه الخارطه؟ هو الذي يمارس هذا كل ما يحدث الان، انهم يلعبون نفس لعبه النظام السابق، لعبه الامن والاستقرار اللي عاش عليها مبارك لمده 30 سنه من تخويف الناس وترويعهم، حتى الان بتمارس حتى يكفروا بالثوره والثوار. معظم من في القصر العيني والتحرير يا استاذ محمود ليس لهم انتماء سياسي، لا ينتمون الى حزب او فصيل سياسي، وانما هم مصريون، كل هدفهم هو انقاذ مصر من الذين اختطفوا ثورتها العظيمه وتصحيح مسار الثوره واعادته الى طريقه المستقيم. مشهد السيده المسحوله يا استاذ محمود يعكس الهمجيه فعلا. لا خير في امه استحلت نسائها وصار دم ابنائها رخيصا.